أهلا بكم. بمدينة تمسنا أشرف جلالة الملك محمد السادس اليوم على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط سلا القنيطرة. هي مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد تتغيى خدمة التميز والابتكار. مشروع تم تشييده على مساحة 10 هكتارات باستثمار إجمالي يبلغ 380 مليون درهم لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بسعة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا. جاد بردان وعبد الرحيم بوحدوي. جوهرة معمارية تستقر في ضاحية العاصمة. تمسنا أضحى لها مدينة للمهن والكفاءات. هو مركز ذكي في خدمة شباب الجهة برمتها. جلالة الملك محمد السادس يدشن هنا مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد. 10 هكتارات مهداة لطلاب التميز وعشاق الابتكار. أما المنهجية فمتفردة، التعلم بالممارسة. المدينة اللي كيتشن سيدنا الله ينصرو غتعطي واحد الدفعة قوية بالنسبه للشباب والشابات ديالنا، بما فيهم اللي ساكنين بعاد، لان كاين 700 سرير فاش يمكن لهم يباتوا، وكاين واحد العدد ديال الخدمات باش ان شاء الله بعد سنتين ديال التكوين كيقدروا يدخلوا لسوق العمل. وخصكم تعرفوا ان المتدربين والمتدربات ديالنا اللي تيتكونوا في المكتب الوطني لانعاش الشغل كيقع عندهم واحد نسبه الادماج عاليه وعاليه جدا تفوق 80% في غالب الاحيان. مدينة المهن والكفاءات كما يريدها جلالة الملك تعادل مصانع قائمة الذات، 6 أقطاب قطاعية تحاكي فعليا الواقع المهني، آليات متطورة وتجهيزات عالية الدقة لتمكين المتدربين من خوض تجربة ميدانية طيلة مدة التكوين. صناعة وسياحة، فندقة وفلاحة، تجارة وتسيير، ثم خدمات وذكاء صناعي، شعب متعددة لولوج سوق الشغل من بابها الواسع. إنها منصات تقنية يمكن من خلالها أن نمارس الحرفة في الصناعة من خلال مراكز صناعية بيداغوجية، في السياحة من خلال فنادق بيداغوجية، والفلاحة من خلال ضيعات بيداغوجية، ثم تدبير المقاولة من خلال مقاولات افتراضية. بتدشين جلالة الملك محمد السادس لمدينة المهن والكفاءات اليوم تتعزز بنيات التدريب للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة، قدرة استيعابية تفوق 3500 مقعد بيداغوجي لفائدة المغاربة والأجانب كذلك. اختاريت لاغريكولتور حيت عندي ميول ليها وكنشوف راسي قادرة إن شاء الله نعطي فيها من بعد، وداكشي علاش بغيت ندرسها وبغيت نطور راسي فيها، وان شاء الله نكون مشروع ديالي خاص. اختاريت نقرا الفندق والسياحه في مدينه المهن والكفاءات بالرباط، حيت كنلقى راسي فيها وزعما في داكشي اللي باغا ندير من هنا لقدام في الخدمه ديالي. اختاريت شعبه جيستيون دي زونتربريز حيت كان الحب ديالي لهذا الدومين واللي غيخليني نحقق اهداف ديالي من هنا لقدام. اخترت الهندسة المدنية لأن عالمنا تطور على المستوى المعمار، إذن اخترت هذه الشعبة لأساهم في بناء بلدي. أنا هنا لأتابع دراساتي العليا كتقني متخصص. هذه الفرصة مهمة للمغرب وللمتدربين الأفارقة كذلك. مدينة المهن والكفاءات تمسنا كلفت 380 مليون درهم، تفتح أبوابها لاستقبال الشباب بعد مدن سوس، ماسا، الشرق، العيون، السقية الحمراء. ومدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط سلا القنيطرة التي دشنها جلالة الملك اليوم تتوفر على فضاءات بيداغوجية تضمن تطوير مختلف الكفاءات التقنية للمتدربين وأخرى للتنمية الذاتية. 6 أقطاب قطاعية مع 6 منصات تطبيقية مدمجة من أجل تكوين يعتمد على التعلم بالممارسة عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني. الصورة بعدسة عبد الرحيم بوحدوي دائما، والمتابعة لحمزة إيت مسعود. في خدمة التميز والابتكار مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط سلا القنيطرة مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد، شيدت على مساحة 10 هكتارات تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا لخارطة الطريق الرامية لتطوير قطاع التكوين المهني.
المنشأة التي شيدت وفق معايير مادية وبيداغوجية جديدة تأتي بطاقة استيعابية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، كما تحتضن 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية. يتعلق الأمر بأقطاب الصناعة، السياحة والفندقة، الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية، التجارة والتسيير، خدمات الأشخاص، وقطب الرقمية والذكاء الاصطناعي، فيما العرض التكويني يتوزع بين هذه الأقطاب ويضم 79 شعبة تكوينية. مدينة المهن والكفاءات كتمكن المتدربين من الاستفادة من تكوينات اللي هي نظرية وتطبيقية اللي كتسهل لهم الولوج لسوق الشغل، بالإضافة إلى الاستجابة للمتطلبات المهنيين في سوق الشغل. الطلبه غادي يتمكنوا من انهم يديروا محاكاه ديال كنقولوا دي شارج اندستريال غيال، يعني غادي بحال عنده راه في المصنع الحقيقي. اذا هذا عباره عن مصنع بيداغوجي. مدينة المهن والكفاءات تتوفر أيضا على دار للمتدربين تبلغ طاقتها الاستيعابية 700 سرير، بالإضافة لمجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات وملاعب رياضية في مختلف التخصصات. بالنسبة للمحاور الجديدة اللي عندنا في التكوين هو كيتعلق بالتقنيات الجديدة في السوفت سكيلز، اللي هي تقنيات حديثة اللي غادي تكون سنة الأولى كجذع مشترك، والسنة الثانية سنة ونصف تخص تخصص. المشروع الذي كلف استثمارا يبلغ 380 مليون درهم هو الرابع من نوعه، ويفتح أبوابه في وجه الشباب في طور التكوين تنفيذا لرؤية ملكية مستنيرة يوليها جلالته لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتثمين التنافس الاقتصادي ومسارا لتحقيق الإدماج المهني للشباب. تشييد مدينة المهن والكفاءات بالرباط سلا القنيطرة هو جزء من برنامج شامل يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقارب 4.5 مليار درهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية والإدماج المهني للشباب. نتابع ورقة لجيهان دبلالي. خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني مشروع طموح يعكس رؤية ملكية متبصرة. في سنة 18 و2000 أطلق جلالة الملك محمد السادس دينامية جديدة تروم إعادة النظر في منظومة التكوين المهني لجعلها تتلائم مع الحاجيات المتنامية للمقاولات والقطاع العام. يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب حسب متطلبات المرحلة مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة. في أبريل من سنة 19 و2000 تم تقديم خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني بين يدي جلالة الملك، خارطة طموحة تروم إحداث مدن المهن والكفاءات والتأهيل المندمج للعرض التكويني، فضلا عن تحديث المناهج البيداغوجية وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وتحسين جاذبية التكوين المهني لا سيما من خلال التوجيه المبكر. وتميز الدخول التكويني للموسم الدراسي 2022-2023 بإطلاق التكوين في 4 مدن للمهن والكفاءات بجهات سوس ماسة، جهة الشرق، العيون الساقية الحمراء، جهة الرباط سلا القنيطرة، بالإضافة إلى 3 مدن للمهن والكفاءات قيد الإنجاز، جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، بني ملال، خنيفرة، وجهة الدار البيضاء، سطات. هذا فضلا عن استمرار أشغال البناء ب5 مدن للمهن والكفاءات بجهات مراكش، أسفي، جهة فاس مكناس، درعة، فلالت، جهة قلميم ودنون، وجهة الداخلة وادي الذهب. هي محطة مهمة بغية تطوير قطاع التكوين المهني، فبعد تقديم خارطة الطريق سنة 2019 أمام جلالة الملك، اليوم تتعزز هذه الاستراتيجية بإطلاق التكوين في مختلف جهات المملكة.
مدن المهن والكفاءات إذن هو جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني وتصور مبتكر يتلائم العرض التكويني لمدن المهن والكفاءات مع خصوصيات جهات المملكة 12 ويشمل العرض التكويني 13 قطاعا بما في ذلك 4 قطاعات جديدة وهي الصناعة التقليدية، الفلاحة، الصحة والصيد البحري، فضلا عن 3 قطاعات أخرى تمت إضافتها بطلب من الجهات والمهنيين وهي البناء والأشغال العمومية والتسيير والتجارة والنقل واللوجستيك. المؤسسات هي مؤسسات من جيل جديد، مؤسسات كتوفر تكوينات أو عرض تكويني جديد اللي أكثر من 60% شعب أول مرة غادي نبداو نكونوا فيها، والباقي هما شعب اللي كانت ولكن المحتوى ديالها تم تحيينه باش تتطابق مع الحاجيات ديال المقاولات. وستتم ملائمة العرض التكويني لمدن المهن والكفاءات وفق حاجيات سوق الشغل التي تتغير باستمرار للاستجابة لتطلعات المنظومات الاقتصادية الجهوية، ويستفيد متدربو مدن المهن والكفاءات من عرض تكويني محين قائم على النموذج البيداغوجي الجديد الذي طوره مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يضع المتدرب في صلب عملية التكوين.